ورجعنا تاني واهلا بيكم، متواصلين معاكم بالتليفون الموجود ارقامه على الشاشه وعلى الفيسبوك. بس عايزه انوه على حاجه دكتور محمد دلوقتي حالا كان لسه بيقول لي عليها، ان احنا هنحط النقط الاساسيه او العناوين العريضه لمبادره تطوير المعلم لمنع الاسفاف، يعني اللي هو احنا بمنطق يعني صديق ليا واخ عزيز دايما يقول لي اصل انت المفروض تغيري جلده الحنفيه عشان الحنفيه تتقفل، مش تحطي جردل تحت الحنفيه وهي بتنقط. فانا الحقيقه هو ده احنا ليه ازاي نمنع الاسفاف، امنعه بالمدرس. وليه المدرس مش البيت؟ لان المدرس هو اللي له سلطه الاب وسلطه المعلم، وكمان في المدرسه في الفكر والنقد والابداع، فيقدر يبقى في عالم تاني يخلي الطالب هو اللي يقود التغيير في البيت، وهو اللي ينقل الأخلاق اللي بياخدها في المدرسة. فالحقيقة دكتور محمد حسين بيقول إن هنحط النقط على الصفحة عندي اللي هي صفحة نشوى الحوفي تحياتي، وأرجوكم طالبة من كل المدرسين ستات ورجالة من جميع الأعمار، أرجوكم ادخلوا على اللينك ده، وأرجوكم قولوا إضافاتكم. يعني إحنا محتاجين ده، محتاجين نساعد بعض، محتاجين إن إحنا نزق مع بعض. زق معايا اليوم. نرجع لدكتور محمد. انا عايز اقول يعني ده، يعني اذا حصل ده واذا الناس تفاعلت مش هتبقى مبادره، هيبقى مشروع قومي. هو ده مشروع قومي كلنا نشتغل فيه، هو وكل وهو واحد وهو ده هدفنا دكتور بالزبط. الحقيقه من المناقشه. اسمح لي ان في تليفون لحضرتك. استاذه تهاني اهلا بيكي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. ازيك يا استاذ نشوى؟ بخير. انا بس عايزه اقول ان انا يعني بحبك جدا جدا وبحترمك جدا جدا، وحضرتك من الناس القليله قوي قوي المحترمه حاليا واللي موجوده. لا هتلاقي كتير، بس انت بس يعني دوري هتلاقي اكتر مني. اتفضلي. لا 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 انا بس عايزه اتكلم يعني مع الدكتور. انا عايز اقول لحضرتك يعني اولا السلام عليكم. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انا عندي ولدين توينز، هم 7 سنين. حضرتك احنا في كارثه طبيعيه حقيقيه، احنا لا في اخلاق ولا في تعليم. انا بس بسال حضرتك، مش عايزه كلام نظري مكتوب في الكتب، يعني اللي هو عامل بالراحه وطبطبي عليه والكلام ده احنا قريناه كتير. حاليا التكنولوجيا خربت دماغ الاطفال. الانفتاح بقى حاجه مش معقوله، الاخلاق حاجه لا يسيطر عليها ابدا. اتعامل ازاي؟ يعني انا على ما المدرس يتاهل، يعني انا اروح بولادي فين؟ يعني اتعامل معاهم ازاي؟ اعرفهم الاخلاق، ده في لغه حوار اللي كانت ما بيننا احنا زمان ازاي؟ احببهم في التعليم اصلا ازاي؟ يعني حضرتك يا ريت تبدا مع الاهالي كمان، مش بس المدرس شويه بقى الموضوع بالنسبه له بقى مادي اكتر، لكن الاهالي هم اللي فعلا تعبانين، هم اللي فعلا خايفين على اولادهم ومحتاجين روجيتا حقيقيه واقعيه عمليه، مش كلام مكتوب في كتب وخلاص. اشكرك. الحقيقه بتركزي على نقطه مهمه تاني، الكبار محتاجين التربيه قبل الصغيرين. اشكرك على الملاحظه دي. طيب اقول لحضرتك على تجربه موجوده في فنلندا وفي بلدين كمان مش فاكرهم. ان المدرسه سموها كده، طبعا احنا كاتبين على مدرستنا جميله نظيفه متطوره منتجه، كل ده كلام انشا اللي هو الكلام النظري هي بتقول لنا عليه. عمل هناك حاجه اسمها تجربه المدرسه المشعه. تحولت المدرسه مش بس لتدريب الطلبه، لتدريب اولياء امور الطلبه في دورات تثقيفيه عن التربيه، في دورات تثقيفيه عن ازاي يقدروا يتعاملوا، لان المدرس هناك اصبح واحد عنده اخلاق وعنده مهارات مش بس ينقلها للطلبه، ينقلها لاولياء الامور. فان شاء الله نقدر نوصل لمدرستنا تبقى كمان هي مشعه. طب يعني الحقيقه انا مش هتكلم عن المدرسه دكتور محمد، بس هتكلم عن الجوامع والكنايس. يعني ما فيش حي فيك يا مصر ما فيهوش جامع وما فيهوش كنيسه. صح. بنتبارى في ايهما يبقى الاطول. طبعا. مدنه الكنيسه ولا مدنه الجامع؟ صح جدا. هو ده اللي احنا يعني جدا بنغل فيه طول النهار. لكن ليه المدارس والجوامع والكنايس ما تقومش بحاجه زي كده في الصيف حتى، اللي هي دورات تاهيل للاهالي ازاي يبقى عندهم اخلاق وازاي يربوا اولادهم؟ احنا مش شايفين الاخلاق حاجه مهمه يا فندم. غالبيه المجتمع مش شايف ان حاجه مهمه اخلاق. يعني ما هي الفكره ان الاخلاق دي ما بتاكلش عيش. اجيب ناس اكلمهم في الاخلاق، يعني ده كلام عندها وقت يا راجل دي حاجه افيد. امال مين هيتفرج على يعني صحيح بالظبط. ومين هيخش الافلام اللي فيها مش عارف ايه وده اخلاق ايه يعني؟ صحيح. هم متصورين كده. انت امريكا فيها اخلاق؟ امريكا فيها اخلاق. ايوه فيها اخلاق. ماشي، حضرتك مش عارف ده موضوع تاني، حضرتك باصص على حاجه معينه فانت عندك مشكله. صحيح. لكن لا، في اخلاق كتير هناك. فهي عشان الجوامع والكنايس والمدارس
تعمل ده لازم الانسان يفهم اهميه الشيء. شوف ان في قاعده مهمه جدا، اي حاجه في الدنيا بيبقى ليها اهميه لما بيكون ليها دور. انا دلوقتي لو حد دخل ادانا شمعه وادانا عود كبريت هنحط، ما حدش هيهتم بيه. ليه؟ الحمد لله في اضاءه، اول ما النور يقطع كلنا هندور عليهم. صحيح. لان بقى ليه؟ لان بقى ليهم دور هينوروا لنا، فبقى ليهم اهميه. لا وبقى كمان لازم نعرف بنعتمد على المجتمع ثقافه أهمية رد الأخلاق. الفعل. بالظبط. يعني لما تحصل كارثه نفكر ازاي ما نكررهاش، لكن ما بنفكرش ازاي ما نمنع حدوث صحيح. الكارثه. عشان كده لازم نعرف المجتمع دور الاخلاق عشان يبقى ليها اهميه. صحيح. بيتكلموا عنها في المدارس وفي الجوامع. احنا يعني ناس كتير جدا بتربي ولادها على اللي يضربك اضربه، اللي يشتمك اشتمه. ما هو مفيش اخلاق، خلاص خد حقك بدراعك. لان هو شايف مفيش منظومه اخلاقيه، محدش بيشتغل على الاخلاق بشكل واضح وبشكل يقول للناس دي الاخلاق وتتزرع ازاي. وهو في حاجه اسمها تعليم الاخلاق، ايوه في حاجه اسمها علوم التزكيه، علوم زرع الاخلاق. خليني اقول لحضرتك على حاجه دكتور، ده عن واقع وتجربه شخصيه الحقيقه مع ابني. يعني هو دلوقتي الحقيقه 19 سنه، لكن انا فاكره كويس ان انا كنت بعلمه وهو في المدرسه ان لو حد اعتدى عليك لفظا او فعلا او قولا تروح فورا للمدرس او للميس وتشتكي له. خلاص. انا فوجئت الحقيقه بابني وهو وفضل ساكت الحقيقه ومطبق لهذا المبدا، بس فوجئت بيه وهو في اولى ثانوي بيقول لي ماما انت ربيتيني حضرتك غلط. لان انا لما تعاملت بهذا المنطق، وانا ما رضيتش اقول لك ان انا الحقيقه كنت بدات الجا ان انا اللي يعمل لي حاجه ارد عليه لفظا وقولا وفعلا. لان انا لما اتعاملت مع باللي انت علمته لي ده اتلقى ان انا بيتقال عليا محترم قوي وضعيف قوي. فانا مش ضعيف، انا اقدر الحقيقه ان انا اضرب، واقدر الحقيقه ان انا اخد حقي. دي جزئيه كل الاهالي اتحطوا فيها. طبعا. ليه؟ لان المجتمع ما بيشتغلش على الاخلاق. ايوه طيب هنعمل ايه؟ ما هي دي يعني اوكي اهو انا قلت اهو، فطلع ابني شايفني ان انا مخطئه فقال لي ان انا ربيته غلط. الحل ايه؟ طيب الحل ان احنا نعلمه ان الاخلاق موجوده طول ما اللي قدامك بيحاول يتعامل معاك باخلاق، بيحاول يتعامل معاك باخلاق، خليك بتتعامل باخلاق. لكن اذا وجدت ان الاخلاق دي ممكن توصفك بشكل ما غلط، احيانا العنف مطلوب. وعلى فكره العنف مش معناه ان مفيش اخلاق. وعلى فكره ان انا ازعق مش معناه ان مفيش اخلاق. الناس بتخلط ما بين الاخلاق وانك تبقى طيب اكتر من اللازم. اخلاق ما بتعرفش تاخد حقك. مين قال كده؟ صحيح. مين قال صحيح كده؟ للاسف. احنا محتاجين الشده ومحتاجين الحزم للأسف. ومحتاجين المواجهه ومحتاجين انك تبرق للناس احيانا عشان تفهم ان انت مش ضعيف. محتاجين ده كله في اطار الاخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو اللي علمنا انه لكل حدث حديث، وكل واحد يقدر ينوع في ادواته لغايه ما يوصل لمكانه معينه مع الناس. وصلت للمكانه دي، الناس بتعاملك باخلاق، عاملهم باخلاق الود. صحيح. لكن في اخلاق الشده وفي اخلاق الحرب وفي اخلاق الازمه. مظبوط مظبوط. ارجع للمبادره بتاعتنا يا دكتور، لان الحقيقه يعني فاضل لنا بالظبط ثلث ساعه يمكن. فاسال حضرتك ايه خطوات اعداد المدرس اللي هيقود قاطره تغيير الاخلاق في الفصل او في المجتمع؟ طيب احنا مقسمين الحكايه لثلاث نقط. نقطة أساسية اسمها الأخلاق، اللي اسمها كورس اسمه المعلم زرع أخلاق. هياخد كورس وهيفضل عندنا آليات متابعة للكورس ده، وهندخل الكورس ده في يعني تصوري الشخص إنه يخش فيه تقييم المدرس، زي ما في إن هو بيحضر الجدول بتاعه ولا لأ، بيلتزم بحصصه ولا لأ، المدرس يلتزم بالأخلاق ولا لأ. في الأول هتبقى الحكاية دي على الورق، لكن بالمداومة وبالزق بالبوش وبالمراقبه وبان احنا نفكر معاهم الحكايه هتمشي احسن. تدريجيا هيبقى فاهم ان في حاجه اسمها التعامل الاخلاقي. دي ممكن ما تجيبش نتيجه من اول شهر، من اول 2، من اول سنه، لكن هتجيب نتيجه مع الوقت. لوحه الشرف مفيده هنا يا دكتور. طبعا. يعني تاني نرجع ثقافه لوحه طبعا. الشرف للطالب والمعلم في قلب الفصل، ان الاستاذ فلان الفلاني هو يعني الاستاذ المميز في هذا الشهر، الطالب فلان الفلاني، والتميز هنا يكون على اساس بالظبط كده، وعلى اساس كمان يعني اسلوب التعامل والارتقاء والتعلم. طبعا. على فكره في تجربه، بس شركه كبيره في مصر مش هقدر اقول اسمها عشان اعلان، عندها حاجه لطيفه جدا، بيمنعوا الناس اللي بتشتغل من التدخين. من ضمن متطلبات التوظيف ممنوع التدخين، واللي يكتشف بعد ما يشتغل انه بيدخن بيفصلوه اذا ما بطلش تدخين، للحفاظ على الاخلاق. ده مصنع كبير جدا فيه آلاف الموظفين، يصلوا تقريبا ل 20,000، فيهم سواقين وفنيين وعمال ومديرين، كلهم ما بيدخنوش. في تجارب ناجحه، في ناس بتعرف تزق الناس على الاخلاق. التجارب دي بتنجح بالزق وبالقوانين، انها تبقى جزء من القانون، ما نعتمدش على ضمائر الناس اللي فيهم الصالح وفيهم الغير صالح. اول خطوه الاخلاق. تاني خطوه المهارات الشخصيه. عندنا مشكله ان الطالب مش شايف ان غالبيه المدرسين قدوه ليه؟ لان ما عندوش حاجه يديها لي، لانه بيكرر كلام ده شريط كاسيت. هو نموذج، يعني اقول لحضرتك مثلا ان في مدرسين بيحصلوا على الطلبه في الدروس ان هم بيدوم سجاير. لا مين اللي بيدي مين سجاير؟ مدرس بيدي طلبه.
أيوة يعني أيوة. بيغريه، يعني بيغريه ان لا. هو يجي له وياخد عنده درس ايوه فانا فيصاحبه ازاي؟ فأنا يديله هديك سجاير. هيديله سجاير ويجيب له افلام مش كويسه. ايوه موجود كتير كمان كتير. ورحم الله شوقي حين قال قم للمعلم ووفيه التبجيل. بيحصل، مش الغالبيه، تاني بقول ان في ناس كويسه ومحترمه وعلى راسنا، لكن ده بيحصل وده محتاج محاسبه عنيفه الحقيقه، ده ما يحصلش. فنعمل ايه؟ لازم الاخلاق نمره واحد. نمره اتنين المهارات الشخصيه. المدرس يبقى بيعرف يتكلم، يبقى بيعرف يقنع، يبقى بيعرف ياثر في الناس، يبقى نموذج، يبقى عنده كاريزما، يبقى عنده قدوه، يبقى عنده القدره على قياده الفصل، يعلم الشباب يعني ايه ابداع، يعني ايه يفكر خارج الصندوق، يعني ايه يشتغل على مشاكل بلده، النقد. يعني ايه يبقى عنده طبعا ازاي يفكر تفكير ابتكاري وينقد للاصلاح مش ينقد للهدم. بالظبط. ويبقى المدرس هو اول حاجه يتم نقدها من خلال الطلبه لتحسين منظومه الاداء، مش لهدم المدرس او طبعاً. هدم هيبته. طبعا كل دي حاجات مهارات شخصيه لازم المدرس كمان يتعلم الادراك الايجابي، ان الطالب اللي بيتكلم ده وبيتحرك كتير ده مش طالب وحش، انت مش داخل عشان تصنف الطلبه كويس وحش. صحيح. في حاجه اسمها انماط الذكاء وانواع الذكاء و7 انواع، وموضوع كبير لازم حضرتك تتعلمه قبل ما تقف قدام الطلبه تقولي انجلش او تقول فرنش او تقول اي لغه او تقول اي علم. لازم تبقى فاهم المهارات الشخصيه. ثم ننتقل للمهارات العمليه. ازاي تعرف تشرح، ازاي تعرف تفسر. انت بتقول، في ناس قالت لك هو بيقول لنا ما بيشرحش، بيشرح فين وبيقول امثله فين وبيعمل الربط الايجابي فين، وكل مهارات التدريس والتدريب اللي بندرسها للناس في الدرس. صحيح. عشان ده اللي بيجيب له عائد مادي مباشر. صحيح. كل ده محتاج يتواجه بتدريب وبتغيير ثقافه، والتغيير الثقافه الحقيقه مش هيتغير بالكلام، هيتغير لما يقعد مع ناس مؤهله، لما نودي له ناس الناس دي هي نموذج ونشتغل عليهم. كل اللي فات ده كلام لطيف جدا وكلام حلو، لكنه مش مشروع لسه، مفيش اليات تنفيذ. لا، في اليات تنفيذ، في طرق، في 3 اليات. انا شايف ان افضلهم احنا حاطينها عشان نشتغل نفكر تيم ورك. افضل اليه فيهم ان احنا نشتغل على فكره ال 15%، نزور كل محافظات مصر، نختار 15% من المدرسين، نديهم الاول البرامج دي مكثفه في شهر. فانت تعتمد على اللي هو عنده الاستعداد او اوريدي بيشتغل من غير سيستم. بالظبط كده، فبيشتغل بالفطره. انا هدور على دول بقى وهجيبهم ان شاء الله ونطلعهم ونديهم 15، دول يبقوا 15%، ونديهم الكورسات ونمتحنهم ونحطهم تحت الملاحظه لغايه لما ناخد احسن 10% منهم. وكل واحد من دول مسؤول عن تدريب 10 عن اللي درسوا، بمتابعه من الجهه او الهيئه او هنشوف بقى اللي هيحصل، اللي بتتحرك تدعم الكلام ده كله. يبقى انا اخترت 15% من الافضل، صفتهم بعد التدريب لاحسن 10%، كل واحد مسؤول يدي 10 مدرسين الكورسات دي ونشوفها يديهم في بلده، عشان ما نتكلمش بقى في مشاكل السفر ومشاكل صحيح. الانتقالات. صحيح. عنده صحيح. في اي مدرسه 10 افراد يقعدوا في اي مدرسه يتعلموا ويعيشوا الجو ده جوه الفصل. واللي اتعلم ينقل خبراته للي لسه ما اتعلمش وهكذا. احنا لو عملنا كده، لو كل واحد من 10% درب 10 خلصوا 100%. بالظبط كده. هي دي اسرع آلية، اسرع، احنا عايزين الاسرع دلوقتي. أيوة. حتى لو كانت الآلية دي مش هتوصلنا لجوده 100%، انا هكون مبسوط بجوده 70% في الاول. عشان بعد كده هنتحرك بقى، الناس اللي هم الاول ادوا التدريب لل 15% دول هيتحركوا في زيارات مفاجاه وهيروحوا هنا وهيسافروا وهيجندوا نفسهم معلش شويه للبلد. البلد دي فيها امل كبير جدا طول ما فيها عمل كبير جدا. صح يا دكتور. طول ما الناس بتنام قليل وبتشتغل اكتر ما بتتكلم، في امل. وكل واحد يقدر ان هو يكون الحقيقه قائد تغيير في مكانه. بالظبط. وانا عايز اقول بس يعني في كل ده في الاخر مش عايز انسى اني اقول انه احنا عندنا صخب في مصر كبير، وعندنا خناقات وشتائم زي ما حضرتك تفضلتي بس في وسط كل الكلام ده في ناس بتقفل عليها مكاتبها وتشتغل بال 17 18 ساعه. صحيح. لما تحس ان في امل من بعيد كده ان اللي بعمله ده يمكن يتحقق. انا مش عارف كان يتحقق ولا لا. صحيح. بس انا لما حسيت انه ممكن يتحقق عملنا كده. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه، يعني كلمه لطيفه ممكن نحطها كلنا في اذهاننا، هي سيدنا يوسف حدوته او قصه ابتدت بحلم صحيح وانتهت بالتحقيق. صحيح. بعد الحقيقه يعني مراحل متعدده من الالم او الابتلاءات، لكن ابتدى بحلم وانتهى بالتحقيق. فالواحد ما ييأسش ابدا انه يكون صاحب حلم ويصر على تحقيقه. الانجاز يعني الحقيقه بتاع ربنا. يعني طبعا يعني تعليقا على مساله اليأس، اي حد بيقول لي انا يائس بقول له في كلمات كده ما بعرفش اسمعها. ما تعودش عليها، ما بتتفسرش، ما فهمهاش، زي السين كلمتي مش هفهم. صحيح. فلو ده ما تنفذش هنقفله من حاجه ثانيه ان شاء الله، في حته ثانيه في مكان ثاني، وان شاء الله يتنفذ، كلنا هننفذه الحقيقه. يعني انا كمان حضرتك اتمنى ان حضرتك تعتبرني جندي معاك من الجنود اللي انت بتتكلم عليهم، وكلنا نعمل على توصيل هذا المشروع لكل جهات المسؤولين في مصر. وانا اتمنى ان وزاره التربيه والتعليم لو سمعانا اي مسؤول في التعليم في مصر، المجلس الاستشاري دكتوره ميرفت، الحقيقه اتمنى انها تكون سمعانا دلوقتي، لان المبادره دي هي مبادره اساسيه.
اتفضل يا دكتور. انا بقول يعني يشرفنا حضرتك تبقي معانا، ويشرفنا كلنا ان احنا نشتغل للبلد اللي تستاهل وفيها امل كبير جدا. وانا شايف انه في ناس كتير بتشتغل في صمت في وسط كل الزحمه دي وكل الخناقات وكل الزعيق وكل البرامج اللي بتخانق وبتشتم في بعض وده وحش وده وحش. لا، في ناس بتشتغل وبتعمل في صمت. صحيح صحيح. في امل كبير جدا. اتفضلي حضرتك. لا انا بس حد بعت رساله الحقيقه، صديق بيقول في اليابان اثناء التخرج من الثانويه بيقوم الطلاب بغسل ارجل المدرسين تكريما لهم، لا تعليق. يعني هذه الفكره ان هو اصبح قدوه لدرجه ان احنا نعمله كده يعني. اه طيب، على فكره احنا عندنا 5 حاجات رئيسيه على المشروع ده، عايزين نتكلم برضو على هنوصل لايه. احنا اتكلمنا على احنا عندنا 3 دقائق. 3 دقائق. اه طيب، احنا عايزين معلم خلوق، معلم مبدع، معلم مجتهد، معلم فعال، معلم مطور. كلهم بيجوا بالتدريب وكلهم نقدر نحققهم في زمن قياسي اذا حصل تفاعل ما بين 3 دوائر رئيسيه في المجتمع. الدائره الاولى هي الحكومه، ممثله في من اول الرئاسه لكل الوزارات والهيئات والادارات. صحيح. الدائره الثانيه دائره الناس المتطوعه والمجتمع المدني والجمعيات الاهليه. الدائره الثالثه هي دائره القطاع الخاص. المفروض ان القطاع الخاص يهتم. انا مش عايز اكلم بس وزاره التربيه والتعليم، حضرتك كقطاع خاص عندك مشاكل في انك تحصل على عنصر بشري يوصلك للي انت عاوزه. وفي مصانع في مصر دلوقتي بتجيب عمال من اندونيسيا ومن ماليزيا. بدات تحصل الحكايه دي. فالقطاع الخاص مع المجتمع المدني مع الدوله نقدر نعمل نتائج مذهله، واحنا مش اقل من البلاد اللي كانت عندها مشاكل واذهلت العالم. انا موافقه حضرتك على كل اللي حضرتك بتقوله. واتمنى بس ليا ملاحظه واحده بس، ان دايما السيستم لما بيتحط من فوق بيجبر الجميع على احترامه طبعا. لكن الجهود اللي هي الفرديه ايا كانت كثافه العاملين فيها بتبقى في النهايه هي دوائر متشعبه. صحيح. فالحقيقه لا تقود لتحقيق التغيير المنشود. عشان كده المثلث اللي احنا عاوزينه يا فندم. مظبوط. الدوله مع الناس المتطوعه، اهل الخبره من بره، مش عايزين حاجه غير ان البلد تبقى احسن، والقطاع الخاص اللي عنده مصلحه ان المجتمع ده يبقى احسن، وفي عليه جزء اسمه السوشيال ريسبونسبيلتي، المسؤوليه المجتمعيه. بدل ما هم بيصرفوا في تطوير جناين وفي حاجات ممكن يصرفوا شويه على تطوير التعليم، وفي شركات عملت حاجات كده. مطلوب من ده يبقى متوظف في جهد دوله وفكره ومشروع قومي نشتغل عليه نطوره. يا ريت الناس اللي بتسمعنا تفكر معانا وتعلمنا وتقول لنا افكار جديده فاتت علينا في الوقت اللي فات. باكد مره ثانيه على كلام حضرتك قبل ما اختم. ده مقترح مبدئي. وانا بشكر حضرتك دكتور محمد حسين، نورتنا النهارده، واشكرك على المبادره اللي هتلقى كل الدعم. كل مره هنتكلم عليها وكل مره هتبقى يعني معانا في الحلقه. وخليكم دايما فاكرين ان الاخلاق هو مشروع اي مجتمع يسعى للتحضر. استاذنا دكتور مصطفى محمود وهو انسان الحقيقة كان له مقولة رائعة، كان بيقول الإنسان فقط إذا استطاع أن يقاوم ما يحب ويتحمل وهو يعني كل المكاره اللي بيتعرض لها، يقدر أن هو يسود بعقله أي الحقيقة شيء بيواجهه في الحياة. فإذا ساد رشده على حماقته، ده بتبقى أول ملامح الإنسانية. في صورة مهمة الحقيقة أتمنى إن زمايلي يعرضوها على الشاشة. الصورة دي عبارة عن ناس راكبة سفينة، فكل واحد بيقطع حتة في السفينة علشان يعمل لنفسه مركب هو اللي يعني ينط بيها من السفينة. لكن السفينة بتغرق، هم مش واخدين بالهم إن السفينة على بال ما كل واحد يخلص المركب بتاعته وينط بيها في المية هيبقى كلهم غرقوا. لأن السفينة الصح هي إن احنا نعوم بيها، مش إن كل واحد يبقى له مركبه. الصح إن كل واحد فينا يبقى راكب السفينة الكبيرة مع الناس علشان تعوم بينا، مش إنه ياخد حتة. هو ده اللي احنا محتاجينه كلنا ونبقى فاهمينه. علشان خاطري لو بتتكلم بالدين فأرجوك علم الناس الأخلاق. لو بتتكلم في التعليم علم الناس الأخلاق. لو انت